السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحلوى ديال لاكريم اللي سهله وكتحضر بسرعه. بالنسبه اول حاجه غنبدا بها هي الجينواز. الجينواز غتشوفوا معايا الطريقه اللي كندير. ما كنحتاجش فيها الخماره نهائيا، ما كنديرهاش، ما كنديرش الزيت، وكتجي واحد الجينواز اللي طالعه رطبه، كتجي زوينه كيف ما غادي تشوفوا معايا. هنا عندي في المقادير 4 ديال البيضات مع واحد الرشيشه ديال الملحه درتها، وهنايا كاس ديال السنيده. غادي نخلط هاد السنيده مع البيض وغادي نخليهم يتطربوا حتى يتضاعف الحجم ديالهم، حتى يتبدل اللون ديال البيض كيف ما غادي تشوفوا غادي يولي ابيض. وغادي نحتاج كاس ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق من الاحسن ديروا ديال الحلويات باش تجيكم مزيانه اكثر. انا جاتني زوينه، ولكن انا كنستعمل غير الدقيق ديال الخبز، داك الفرينه البلديه ديال الطاحونه هي اللي انا كندير في الحلويات. مهم كتجي حتى هي زوينه كيف ما غادي تشوفوا معايا. هنايا عندي الفاني، هذاك العويد كيف ما شفتوا راني حكيته هنايا. عطاني هذيك النسمه، ولا ديروا اي نسمه ديال الفاني. صافي هنا من بعد ما تطرب البيض مزيان كيف ما شفتوا اللون تبدل، هنا غادي ناخذ واحد ربع كاس ديال الماء. الماء يكون دافي، هو اللي غادي نبقى نخويه بحال هكا. هاد الماء كيخلي الكيكه كتجينا هشيشه، كتجي رطبه اكثر، وحتى فاش كنبغيو نسقيوها يعني ما كتحتاجوش تسقيوها بزاف. هنا انا غادي ندير واحد شويه ديال الفرامبواز قطعته وغادي نخلطو مع هاد الخليط. هذا ماشي ضروري، اللي بغى يديرو انا كان عندي وبغيت نديرو. صافي ودابا غادي ندير هاد الكاس ديال الدقيق، بطبيعه الحال يكون مغربل. والطريقه بالنسبه للمبتدئين راه بحال هكا كتكون كنخلطو، كنهزو من الاسفل الى الاعلى باش ما نهبطوش هاد البيض، وكتجينا الكيكه مزيانه. وفي الاخير غادي ندير واحد شويه ديال الخل. صافي هنايا الفران راني مسخناه. هنا غادي ناخذ المول. درت واحد البابي كويسون غير من التحت، وهي دهنتها بالزيت والدقيق. صافي وغادي نخوي فيها هذا الخليط، وغادي نزيد شويه ديال الفرامبواز هنايا من الفوق. صافي وغادي ندخلها الفران، راه بالزربه كتوجد، راه ما تفوتوش فيها اكثر من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه كتكون موجوده. صافي دابا ها هي طابت. دابا غادي نخليها تبرد عاد باش نقدر نقلبها. صافي هنايا هي هذه الجينواز ديالي كيف ما قلت لكم وكيف ما شفتوا، راه بدون خميره لا بيكربونات لا حتى شي حاجه ما درتها، غير هذيك المعلقه ديال الخل في الاخير اللي درت. والطريقه راه كيف ما شفتوا الطريقه اللي سهله. وحتى الدقيق راه قلت لكم انا ما درتش الدقيق ديال الحلويات، راه كندير غير هذيك الفرينه ديال الخبز، الفرينه البلديه، يعني حتى هي راه كتصدق بها. صافي نخليوها حتى تبرد ونقطعوها. شفتوها كيفاش كتجي خفيفه اسفنجيه، كيفاش كتبان لكم. صافي هنايا كنطراسيها بهذا الموس الصغير، ومن بعد غادي نقطعها بالموس الكبير. غادي نقطعها على 3 ديال الدوائر. صافي غادي نخلي هاد الدوائر ديال الجينواز على جنب، وغادي نمشي غادي نوجد واحد الكولي ديال لي فروي روج. هنا انا كان عندي الفريز كونجلي، جبدته درت عليه السنيده. وعندي هاد الفرامبواز، عندي هاد الاحمر وهاد الكحل كيف ما شفتوا. غادي نخليهم كاملين، غادي نحطهم فوق البوطه ونقص عليهم العافيه، ونخليهم يعني نخليهم يطيبوا واحد شويه تقريبا شي 5 دقائق. صافي كنطفي عليهم. هنا راه ما درت لا ما لا والو، راه غير هذاك الماء اللي ديال الفريز اللي كان فيه وغير مع السنيده. صافي كما قلت لكم بعد خليته فوق البوطه واحد شويه.
غادي نحيدو وغادي نطحنو. تقدروا تخليوه بحال هكا، غير كيعقد واحد شويه، مابقاش فيه الماء بزاف، تخليوه وهو اللي ما تحتاجوش تطحنوه. ولكن انا حيت فايت وجربته بلا ما نطحنو، كيبقاو هذوك الحبيبات ديال هذاك الفرامبواز هذاك الاسود، يعني مش كنبدا ناكل في الحلوى، كيبقاو هاد الحبيبات هادو ما كيعجبونيش. هذاك الشيء علاش بغيت نطحنو ونصفيه بحال هكا، باش كيبقى الكولي بحال هكا، يعني ما فيش هذوك الحبيبات، كيبقى زوين. الا درتو غير الفريز بوحدو وهذاك الفرامبواز الاحمر، راه ما تحتاجوش لا تطحنوه ولا تصفيوه، صافي غير هكاك كيبقى بحال هكا كيجي زوين. ودابا غادي نوجد لا كريم. هنا عندي هاد الماركه هذه هي اللي لقيت وجبتها، وغادي نخلطها مع هاد لاموس ديال الفاني. هنا درت انا نص اطرو ديال هذيك لا كريم فريش مع هاد لاموس. يعني الا كنتو غديروا غير حلوه وحده ولا حلوه صغيره، يعني تقدروا ديروا غير رابعه ولا ما ديروش نص اطرو، يعني من الاحسن ديروا رابعه مع هاد لاموس، غتجيكم هاد لا كريم عاقده وغتجيكم زوينه. صافي هنا وجدت كلشي داكشي اللي بغيت. هنايا عندي لاكريم، عندي الجينواز، صافي عندي الماء درت فيه الحامض وخليته هو السيروم باش غادي نسقي به شويه هذا الجينواز. صافي الفيديو راه شارح نفسه، كنسقي هذا الجينواز. غادي ناخذ شويه هاد لاكريم، غادي ندير واحد الدائره من الجوانب، يعني من الاحسن دير واحد لاكريم تكون واحد الكميه يكون اكثر من هكا باش تجيكم فاش كتقطعوها كتجيكم الكريمه باينه. هنايا صافي غادي ندير غير شويه هنايا من الوسط، واحد الطبقه اللي رقيقه غير باش ندهن. وغادي نخوي هاد الكولي هنايا، غادي ندير النص ديالو هنايا ونخلي النص الطبقه الثانيه. وكيف ما قلت لكم زيدوا كثروا من هكا، كثروا. انا مازال غادي نزيد شويه باش كيجي اللون باين من الداخل. صافي وغادي نبقى بحال هكا نكمل الطبقه الثانيه بنفس الطريقه. صافي غادي نسقيه شويه وغادي نعاود نفس الطريقه، غادي ندير شويه ديال لا كريم ندهن بها هاد الجينواز من الوسط، وغادي ندير هذاك لا كريم من الجوانب. صافي دابا كتبقى مرحله التزيين. غادي ندير لا كريم من الفوق، غادي نبقى نقاد فيها وغادي نزينها بالشكل، واحد الشكل اللي غادي ندير انا. المهم الشكل راه تزيين كديروه على حساب الذوق ديالكم. ولا كريم باش ما تعذبكمش، من الاحسن تكون بارده مزيان في الثلاجه، ولا زينوها بحال هكا. غطيوها هذه بلا كريم وخليوها في الثلاجه تبرد مزيان، عاد زينوها. وهنايا كنت خديت واحد شويه من هذاك الكولي اللي كنت درت ديال لي فخوي غوج. خديت غير شويه ودرت غير طريف واحد ديال الشوكولاط الابيض، ذوبته معاه صافي. وباش نزينو هذا كاضافه كزينه باش يعطيني هذا الشكل هذا. صافي وناخذ شويه من لا كريم نديرها في هاد لابوش وغادي نزين بهذا الشكل. وغادي ندير لي فخوي من الفوق. انا كيف ما غادي تشوفوا معايا راني كنت درت جوج، داكشي باش قلت لكم لا كريم اللي درت في الاول درت نص اطرو مع وحده ديال هذيك لاموس. نتوما كيف ما قلت لكم الا كنتو غادي ديروا غير وحده، يعني راه غير رابعه ديال لا كريم
ولا غير ديك العلبه ديروا ليها النص ديالها وتخليو النص حتى لنهار اخر. المهم انا زينتها بهذا الشكل هذا. غادي نقطع معاكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي، كيفاش كيجي المنظر ديالها زوين، وكتجي يعني واحد المذاق اللي فيها رائع جدا. ما تردوش انكم ديروها، ديروا في وسط خصوصا هذاك الخليط ديال دوك الفواكه الحمراء، كيعطي واحد المذاق مع ديك لاكريم، كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. هنا راني كنهز في الحلوى غير بشويه حيت شادة التليفون بالايد الاخرى. المهم هذا هو الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي. كتجي المنظر ديالها زوين، والاهم انها المذاق كيجي فيه واحد الحموضه مع ماشي حموضه كثيره، ولكن فيه واحد النسمه ديال هذوك الخليط ديال الفواكه. كيجي زوين. كنتمنى يعجبكم هذا الاقتراح اللي درت اليوم، وسنه سعيده عليكم كاملين ان شاء الله باش ما تمنيتوا. هادو كيف ما كنت كنصور، حيت قلت لكم ما درت جوجات. هذا درت الشكل نفس الشكل، درت غير الفوق درت هاد الميرتيل وهذوك الفرامبواز، فهما بحال نفس. شكرا على المشاهدة، الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.